بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير يا رب. النهاردة بقى معانا الطاجن، شايفين الجمال بقى والحلاوة. هنجيب بقى الكاميرا كده من قريب بقى ومن بعيد زي ما احنا عارفين مع بعض بتكاتك وحركاتك يا ام اسيل. شايفين الجمال والحلاوة؟ الله على الجمال. طواجن ما شاء الله. الله على الطواجن والروايح اللي في المطبخ من ريحة الطاجن. الله الله الله. ليه بقى نكلف نفسنا ونروح نشتريها من بره؟ احنا طبعا عندنا اللحمة، هنفرم اللحمة في الكبة. وتعالوا بقى هنشوف هنعمل بيها ايه. يلا بينا يلا بينا. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا عارفين مع بعض. وهنجيب طبعا احنا مش مختلفين عن المادة الدهنية. هنجيب طبعا الحلة وهنحط فيها كمية حلوة كده من الزيت، ماشي. وهننزل بالثوم، كمية برضو وفيرة من التوم، ايا كان متقطع ايا كان مهروس، مفيش مشكلة خالص. هنسيبه ان هو ياخد معانا، يعني بصي يتشوح تشويحة حلوة ويطلع ريحته في المطبخ، وتبقى الريحة ما شاء الله كده، يعني شماها الريحة شماها. واخد معاكي اللي هي ايه، اللون، بس مش اللون اللي هو الداكن، اللون اللي هو الفاتح. خلاص كده تمام، كده تمام. هننزل بايه بقى هنا؟ هنشوحه كده تشويحة، وهننزل بالخل. شايفين اللون معانا عامل ازاي؟ بقرب لكم الكاميرا عشان تبقوا شايفين اللون بتاع التوم مش محروق. ناخد بالنا ان هو واخد لون عشان يدينا تست حلوة قوي مع الصلصة. هنزل كده بربع كوباية من الخل، بربع كوباية من الخل، او ايا كان يعني عدد الطواجن اللي انت هتعمليها، او عدد الصواني، او عدد الاطباق اللي انت عايزاه بقى. انا هنا حطيت ربع كوبايه مع الثوم والزيت، وهسيبه ان هو يعمل الفقاقيع كده. وهقوم رايحه جايه نازله بدورق كده من الطماطم، دورق الخلاط كامل من الطماطم. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. طبعا اول حاجه الملح، وبعدين الفلفل، واحده واحده بالتركات والحركات، وشويه بابريكا كده، لزوم الدلع واللون معانا يبقى حلو، معزز لون الطماطم معايا. وكمان شويه شطه، شويه شطه بقى، ندلع نفسنا ونشيص نفسنا. طبعا الناس اللي ما تحبش الشطه بلاش. مكعب مرقه، عندك مرقه بودر ماشي، عندك مكعبات ماشي، مش هنقول لا، ولو ما عندناش برضو مش هنقول لا، مش هنقف على حاجه. احنا قلنا مفيش حاجه، نتصرف. أكلة شهية وحلوة وخفيفة، ومن الأكلات الموفرة جدا في أكلات آخر الشهر لو مفيش ميزانية خالص. طبعا هنا كمان معانا بقى الزيت. تعالوا بقى نعصج اللحمة بتاعتنا. شوية بقى ايه بصل كده محترمين، مع فصين كده توم، فصين اتنين بس توم، ما نكترش فصين توم. عشان يدوا للحمه نكهه حلوه. حتى لو اللحمه معانا الريحه ليها ريحه بتديلها تست حلو. التوم بيدي تست حلوه قوي للحمه المفرومه. توم وبصلتين كده حلوين، ماشي. احنا كترنا هنا البصل عشان يدي معانا كميه وفيره من اللحمه. هنزل بقى بايه باللحمه اللي معايا. انا معايا نص كيلو لحمه. هنشوف بقى هيعمل معانا كام طاجن. هشوح بقى اللحمه، او ان انا اخلي اللحمه كده تدوب مع البصل. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ واحدة واحدة بالتركات والحركات، وطريقة حلوة وسهلة، وهتعمليها أحلى ما بتجيبيها من بره 1000 مرة، وموفرة جدا جدا. تخيلي بقى انت لو رحتي جبتي طاجن لحمة من بره، طاجن مثلا بالمكرونة باللحمة بكام؟ تخيلي يعني، اضربي رقم كده وقولي، وشوفي انت هتشتريها بكام وهتكلف معاكي كام. صدقيني مش هتتكلف معاكي حاجة خالص. شوية بقى فلفل كده مع قرون سبايسي، يعني فلفل سبايسي مع فلفل بارد. نركز يا جماعة، يعني الفلفل البارد مع الفلفل السبايسي. هشوحهم كده تشويحة حلوة قوي مع بعض. انا جايبه لكم الكاميرا بطيئه، مش مسرعه الصوره معاكم ولا حاجه، ولا مسرعه الفيديو معاكم ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ هشوحهم بقى تشويحه حلوه قوي قوي قوي، عشان اللحمه هنا تبقى عاطيه تست حلوه قوي مع البصل والفلفل، ومتشوحين تشويحه حلوه. هبتدي بقى ان انا كده هحط فلفل وملح
وشويه من البابريكا. بس كده، بس كده. احنا طبعا حاطين كل البهارات بتاعتنا في قلب الصلصه، فاحنا مش محتاجين بهارات. احنا كده تمام. حلو قوي، حلو قوي. طبعا في ناس بتحط ايه، معلقه صلصه. عايزه تحطي معلقه صلصه انت وراحتك، عايزه تحطيها زي ما انا حطيتها كده برضو انت وراحتك، الحريه ترجع ليك. طبعا هنا احنا عملنا الصلصه وعملنا اللحمه، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنا طبعا هنا اللحمه متعصقه ومتعصجه حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ومعايا الصلصة ومعايا المكرونة. طبعا هنا انا جبت كيس ونص من المكرونة، او تجيبي كيسين من المكرونة حسب يعني العدد، حسب الافراد بتاع اسرتك. العدد حسب الافراد بتاع اسرتك. المكرونة بقى مكرونة قلام، مكرونة سباكيتي، اي نوع مكرونة انت عايزاه، مش هتختلف، مش هنختلف. هحطهم بقى كده على جنب. وتعالوا بقى نجيب الطواجن بتاعتنا. طبعا بقى عايزه تحطيها في طاجن، عايزه تحطها في صينيه، عايزه تحطها في حله، والله ما احنا قايلين لا على اي حاجه. احنا بقى هنحط بقى ايه، شويه كده من اللحمه، شويه كتار يعني، مش شويه قليلين، لا شويه كتار عشان الواحد ياكل. هبتدي بقى ان انا ايه، اسويها كده بالمعلقه، او ان انا اظبطها بالمعلقه كده، عشان ما اجي احط الطاجن، او اجي احط الطاجن في الطبق، يبقى اقلب الطاجن في الطبق، يبقى ايه، الطاجن واخد الشكل بتاعه. طبعا هنا التركية بتاعت المكرونة ان انا بكبس برضو، ان انا اخلي اللحمة تبقى متثبتة معايا، ومملاش الطاجن بتاعي قوي. ناخد بالنا من التركة بتاعت المكرونة، هتزيد معاكي، المكرونة هتزيد معاكي، ما تمليش الطاجن بتاعك قوي، ما نملاش الطاجن بتاعنا قوي. طبعا هنا انا ببتدي ان انا اخبط عليه كده من الجناب، او ان انا اسويه بحيث ان الصلصة او الصوص اللي معايا ينزل في الطاجن من القاع بتاع الطاجن معايا او الصينية معاكي. هنا طبعا الملح لازم يكون مظبوط. اظبطي طعم الملح في اللحمة وطعم الملح في الصلصة عشان يديلك تيست حلو قوي مع المكرونة. الناس عشاق الشطة نحط شطة زي ما احنا عايزين. طبعا العشاق الشطة يا جماعة، الشطة والله حلوة ومفيدة. طبعا انا بعمل قدامكم طاجن كمان، ان انا بحط كمان المكرونة. شايفين ان انا مش بملى الطاجن قوي، مش بملى الطاجن قوي. عندك اللي هي الطواجن اللي هي الالومنيا، او الصواني الالومنيا، انا مسميها صواني يعني، الطواجن اللي هي الالومنيا اللي هي بالغطا. مفيش مشكله. مفيش عندك، اتصرفي بقى يعني، اعملي في صينيه، اعملي في طواجن زي ما انا عملت. انا جايبه الطواجن دي على فكره ان انا اجيبها حلو وحادق، يعني ان انا بستخدمها في حلو وفي حادق. طبعا انا هنا حطيت اللحمه معايا النص كيلو كفه، عمل ايه، عمل 5 طواجن. النص كيلو عمل 5 طواجن. طاجن كده حلو كبير شوية شوية، مش شوية كتار يعني، شوية صغيرين. وعمل معايا 4 طواجن. طبعا الطاجن بيأكل فرد، الطاجن بيأكل فرد. يعني لو احنا بنعمل دلوقتي او بنحسب الأكلة، احنا الأكلة الطاجن بيأكل فرد. يعني انا معايا 5 أفراد بنص كيلو لحمة، 5 أفراد بنص كيلو لحمة وشوية مكرونة. هحط بقى المكرونة عشان احط الصلصة زي ما احنا شايفين مع بعض. احنا بقى ايه، تستعملي ايدك، تستخدمي الكبشة، تحطها كده زي ما انت عايزة. انا يا جماعة بحب اعمل حاجتي بايدي، طبعا ايدينا نظيفة، بحب اعمل حاجتي بايدي. طب انتوا وراحتكم. الناس بقى اللي بتقولك لافز ومش عارفة ايه، انا ما بحبش الكلافزات يا جماعة. اللي متابعيني من الاول خالص هم عارفين ان انا ما بحبش الكلافزات. طريقة سهلة وجميلة، ولادك صدقيني هيعشقوا الأكلة دي، وكل شوية مش هيبطلوا يطلبوها. بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ولا متعبة، حتى ان انتي تعمليها وهترتاحي. أكلة حلوة قوي. حط بقى الصلصة معاكوا، حاجة حاجة وفيديو فيديو، مش مسرعة ولا عاملة أي حاجة. شايفين الجمال والحلاوة؟ الله على الشياكة يا جماعة، والله العظيم الأكلة دي حلوة وشيك جدا.
لاحظوا ان انا ما فصلتش الفيديو ولا عملت ستوب ولا اي حاجة. لازم تحركيه كده عشان الصوص بتاع الصلصة ينزل في القاع بتاع الطاجن. الله على الحلاوة وعلى الجمال. يلا بقى ندلق. يلا ندلق بقى الصلصة. نص كيلو طماطم، ناخد بالنا كمان، يعني مش كيلو طماطم، لا نص كيلو طماطم ونص كيلو لحمة مفرومة وكيلو كيلو ايه، لا ده كيلو الا ربع من المكرونة. يعني انا واخدة من الكيس كامل النص كيلو، واخدة من التاني شوية. شوفوا بقى كل ده بيتكلف كام. الله على الجمال. شايفين يا جماعة؟ نجيب بقى ايه الورق الفويل، وابتدي بقى ان انا اقطعه على شكل او على حجم الطاجن. شايفين؟ بقسم الورقة 2. تعملي بقى شكل سمبوسة، تعمليه كده، تلفيه كله زي ما انت عايزة. هعملهم كلهم بالشكل ده. معلش لو بتأخر عليكم في الفيديوهات، صدقوني الفترة الجاية ان شاء الله هنشوف كل حاجة حلوة، هبقى معاكم في كل جديد بإذن الله. اي حد عنده سؤال يعلق لي في التعليقات وهجاوب عليه. طبعا الفرن هنا والع قبلها، الفرن يا جماعة والع قبلها، يعني والع، انا مولعاه بقالي ربع ساعة. وطبعا حسب النار بتاع الفرن، هي الاكلة بالظبط خدت مني تلت ساعة في الفرن. الاكلة خدت مني تلت ساعة في الفرن، انا طبعا مسخنة الفرن قبلها. الاكلة خدت مني نص ساعة، من ساعة، من نص ساعة لتلت ساعة، يعني تبع النار بتاع الفرن. بمسح كده يا جماعة عشان بقى اوريكم الجمال والحلاوة والطعامة والشقاوة. الله بقى على الروايح اللي موجودة كمان في البيت، وولادك بيستنوا الاكلة دي. انت طبعا لو بتجيبيها من المطعم بقى، احنا عايزين نحسب بقى حساباتنا. طبعا الاسعار دلوقتي بتختلف من مكان لمكان. طبعا هنا انا جبت الصاج بتاعي وحطيت الطواجن عشان ما احطهاش على الشبكة او احطها على القاع بتاع الفرن. انا طبعا حطيتها في الرف الاوسط، حطيتها في الرف الاوسط بتاع الفرن. طبعا هنا في الفرن، طبعا هنا بكشف عليها عشان اشوف هي استوت ولا لا. وخلاص هنا استوت وريحتها طلعت، باين عليها خالص ان هي كده مستوية. تمام كده، تمام كده. يلا نطلع، يلا نطلع. طلعنا خلاص. طبعا هنا سخنة، انا مش عارفة امسكها، بس الله على الجمال والحلاوة. شايفين الجمال؟ الله. وعلى الريحة كمان. طبعا هنا انا فضيت واحد مش صغير، وفضيت اللي هو اكبر منه حجما. شايفين الحلاوة؟ والله يا جماعة الاكلة دي حلوة قوي. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا له في التعليقات ايه رأيكم في الاكلة دي. شايفينها عاملة ازاي؟ انا سايبة الكاميرا ان هي تتكلم، مش انا اللي اتكلم، لا انا سايبة الكاميرا معاكم ان انتوا تتكلموا وتعلقوا لي بقى في التعليقات الجميلة بتاعتكم. الله على الحلاوة. شايفين لون اللحمة بالفلفل يعني ايه اللون، حتى بتاع البصلة اللون بتاعها دايب خالص مع اللحمة، يعني تعتبر مستوية. والمكرونة معاكي مستوية. واحنا قلنا ان احنا مش هنزحم الطاجن بتاعنا، هنسيب فيه فراغ